كان مكتوب فيها ان الاله حور اختي جاله في المنام وقال له انا جاي اقول لك كلمة واحدة بس. اعمل الصح. يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. تفتكر ازاي اله الشمس هيتخانق مع اله القمر؟ يا ريت لو حد عارف يقول لي في الكومنتات. هيجي حد ويقول لي طب يا عم دول اصلا الهه مش بشر، ازاي يتخانقوا مع بعض؟ اقول لك بس احنا الفراعنه اللي بنعمل اي حاجه، ويلا بينا نعرف ازاي ده حصل. معاكم مستر محمد عصام وانتوا هنا في سلسله حكايه مصر في دقيقه. تبدا حكايتنا النهارده بموت الملك امونحتب الثاني، ويجي بعديه ابنه تحتمس الرابع. وفي مؤرخين بيقولوا انه مش هو اللي كان ولي العهد، واستنتجوا الكلام ده من لوحه لقوها بين رجلين ابو الهول كان مكتوب فيها ان الاله حور اختي جاله في المنام وقال له انا جاي اقول لك كلمة واحدة بس. اعمل الصح. يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. انت اللي هتمسك الحكم بعد كده. وفي مؤرخين تاني كانوا بيقولوا ان هو عمل مؤامره لاخوه عشان يبعده عن العرش، وده طبعا ازعج كهنه الاله امون، فابتدى يحصل مشاكل بينه وبين كهنه الاله امون. قام راح لكهنه اله الشمس قال لهم احنا هنرجع تاني عباده الاله رع، وكمان شجع على عباده قرص الشمس الاله اتون، وكمان امر برسمه وهو بيرجع الحياه للدوله. ومع الوقت تحتمس الرابع اثبت ان هو كان جدير ان هو يمسك الحكم. وفي الوقت ده بدا الصراع بين ممالك العراق، بين مملكه ميتاني وبابل واشور والحيثيين. فلما مملكه ميتاني حست بخطر الحيثيين راحت واتقربت من ملك مصر، وتحتمس الرابع صد على الكلام ده بسرعه واتجوز بنت ملك ميتاني. كل ده حصل وتحتمس الرابع ما حكمش غير 9 سنين بس عشان يموت تحتمس الرابع ويجي بعديها امونحتب الثالث. لو عايز تعرف ايه اللي حصل قول لايك واستنى كل جديد.